ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. النهاردة هخرج عن قاعدة كنت حاطتها لنفسي، وهي إني ما اتكلمش عن كتاب في الوقت اللي بيكون بيشار إليه بشكل مكثف أو واخد تركيز من القراء وفي ردود أفعال كتير حواليه، وده فقط لأني بحس إن القارئ بيكون وقتها مشبع بالكلام والإشارات والاقتباسات عن الكتاب، فمش هيبقى نفسيا عنده رغبة إنه يسمع عن الكتاب أكتر. الواحد دايما بطبيعة الحال بيهرب من الأمور اللي بتحصره، وكمان لأني بكون متأثرة بالصخب اللي حاصل حول الكتاب مش بقدر أكون انطباع حقيقي عنه. لكن المرة دي الوضع مختلف تماما، هنضم للقطيع وهدخل في الصخب وهتكلم عن كتاب الكلام عنه كتير جدا، وهيكون ليا الشرف اني اتكلم عنه لانه عدى فكرة كونه كتاب قوي التأثير، وعدى فكرة جمال الاسلوب والسرد. هو كتاب عبارة عن تجربة انسانية متكاملة فريدة جدا، فيها كل موج بحر الحياة، كل التقلبات. كتاب يخليك حقيقي رغم الصعوبة النفسية اللي ممكن تقابلك أثناء قراءته، وإنه ممكن في مقاطع يخليك حاسس باليأس أو الضيق، لكنه بيملك وجه آخر سحري وخفي، بإنه له في نفس الوقت تأثير يخليك تحب الحياة وتقدرها وتشوفها بعين جديدة. الكتاب هو صيحة مزلزلة من الكاتب اللي بيقول: هذه صيحتي، محمد أبو الغيط، مر من هنا. كتاب أنا قادم أيها الضوء للصحفي والكاتب محمد أبو الغيط هو كتاب من وحي حرب ونزاع مؤلم وملهم مع السرطان. توفى محمد أبو الغيط 5 ديسمبر سنة 2022. محمد أبو الغيط هو طبيب مصري من أسيوط، مارس الطب لفترة قصيرة وانتقل بعدها للعمل الصحفي. اشتغل في عدد من الصحف المستقلة وكان له تأثير ودور مهم في ثورة يناير كشاب وصحفي مصري. اشتغل كمان في الأفلام الوثائقية، باحث ومعد تلفزيوني مهم جدا في القنوات الإخبارية، وقبل وفاته كان بيشتغل في لندن في التلفزيون العربي. حصل على كثير من الجوائز خلال عمله الصحفي زي جائزة هيكل للصحافة العربية. كان مجتهد ومثابر ومخلص في شغله، وقبل وفاته بأيام تم تكريمه من منتدى مصر للإعلام لإسهاماته المهمة في مجال الصحافة، وقال كلمة مؤثرة في المؤتمر. طبعا قال كلمته عن بعد لأنه ما قدرش يحضر المؤتمر نتيجة المرض. وأيضا قبل وفاته بأيام تم الإعلان عن كتابه أنا قادم أيها الضوء اللي هنتكلم عنه النهاردة. كتاب صدر عن دار الشروق لتصبح تجربته مع الحياة والمرض هي صيحة مدوية لسه يدوب بادئة، وهتفضل سنين طويلة، لأن الكتاب تجربة فريدة في سرد السيرة الذاتية، قليل لما تلاقيها بالصدق والبراعة والنقاء ده في عالمنا العربي. أنا قادم أيها الضوء من العنوان كده في البداية، ولأن محمد أبو الغيط كان بيكتب وهو حاسس بقرب وفاته، فكان تفسيري الأول لكلمة الضوء هو فكرة العالم الآخر. لكن لما تبتدي تقرأ الصفحات الأخرى من الكتاب هتلاقي فعلا أن محمد أبو الغيط بيتكلم عن اللي اتحكى من تجارب الآخرين عن الاقتراب من الموت، وإزاي إن كتير منهم شاف نفسه بيعبر نفق مظلم نحو ضوء ساطع، لكنه استخدم الحكاية دي كمدخل لقصده الحقيقي من الضوء. الضوء اللي شافه في الكون قبل وفاته من الناس اللي حواليه، زوجته، والده، والدته، أو زي ما قال ضوء جمال الجوهر الإنساني، الضوء اللي بيشع من الأرواح الطيبة، واللي تجربة المرض خلته يشوفه بشكل أوضح في كل القريبين منه، ويقول: ربحت كل هذا الحب، كل فرد من أسرتي وأصدقائي أحبني وأحببته، ومنحني من نفسه ومنحته من نفسي، وبهذا عشمي أن أحيا، عشمي أني لا أكتب الآن رسائل وداع لتنشر كرثائيات بعد رحيلي، بل نصوصا للذكريات الحاضرة نتذكرها معا بعد سنوات طويلة، وربما نسخر من دراميتها. قاعد على قلبكم. محمد أبو الغيط بأنامله المرتعشة وجسده اللي بيزداد ضعف يوم بعد يوم أثناء رحلة كتابته لهذا الكتاب، وبأنفاسه المتألمة بياخدك إلى رحلة من أقوى ما يمكن أن يكون. روحه وعزيمته وغضبه ويأسه وأمله تأملاته، كل ده موجود بقوة في سطور الكتاب، قوة تنم عن شخص صلب عنيد شجاع واعي مواجه لأحداث الحياة، وبياخدك بقوته دي إلى محطات كتير في حياته، تطفيرة بين المعاني الإنسانية والتفكير الفلسفي التأملي في الحياة والموت، وكل خطوطه الدفاعية تجاه المرض، تفاصيل علمية لأدوية وتجارب علاجية في رحلة مقاومته لسرطان المعدة اللي أصابه في سن صغير. محمد أبو الغيط توفى وهو عنده 34 سنة، وتم تشخيصه قبلها بسنة وكام شهر. تجربة بتوضح قد إيه هو كان بيطرق كل الأبواب وبيحاول وبيرفض الاستسلام تماما، وكأن دوره إنه ما يستسلمش أيا كان الموقف. بياخدك كمان في الكتاب لاستنتاجات خاصة بالحياة، وإزاي إن اليوم الطبيعي هو شيء لازم يسعد بيه كل إنسان،
ويدخلك في تفاصيل حياته وروتين يومه قبل المرض، وإزاي إنه كان في بدايات فترة مرضه بيحاول فقط يعود لهذا الروتين بأقرب ما يمكن أن يكون عشان يحس بالحياة الطبيعية ويحاول يتناسى المرض وما يعيش أوقاته كلها بنفسية المريض. ويقول: لا يمكننا التحكم في الأحداث الأليمة بالحياة، لكن يمكننا التحكم في أنفسنا. المشاعر يمكن أن تختلق فتصدق فتتحول حقيقة. وياخدنا لفرويد والفكرة الحيل النفسية اللي مر بيها محمد أبو الغيط في مواجهته للمرض. أولها هي حيلة الإنكار، وإن الحاجات الصعبة دي تحدث للآخرين فقط. ولما تأكد تماما من صحة تشخيصه لجأ لحيلة كل شيء سيكون بخير. ثم النسيان، واللي أطلق عليه صديق جديد، وتساءل: هل ممكن أن ننسى المرض؟ بدأ بالنسيان المتعمد وقال: يجب أن أنساه، أن يكون حضوره مرتبطا بأعراضه وبالأوقات التي يعلن فيها عن نفسه فقط. وقرر أنه عشان ينسى لازم ينهمك في أنشطة أخرى. وهنا بيجي وصفه لتجربته في الزراعة، وإزاي أنه كان بيستمتع بيها وبيقضي فيها وقت طويل من غير ما يحس بمرور الوقت. خطة دفاعية أخرى اتبعها محمد أبو الغيط في المراحل الأولى من المرض وحكلنا عنها، وهي البحث عن الدوبامين، هرمون السعادة، اللي وجد في رحلة بحثه عن حلول أثناء المرض إن في ربط بين انخفاض الدوبامين وارتفاع احتمالية الإصابة بسرطان المعدة. فأخذ قرار جميل جدا بيقول فيه: قررت أني سأرفع دوباميني بشدة، سأدخل تعديلا على أنشطتي، البعد عن مسببات التعاسة والبحث عن التفاهة. ولأن الكتاب عامل زي موج البحر، فبتلاقي سطور وفصول من الكتاب مليانة حماس وتفاؤل وخطوط دفاعية نفسية قوية، وبعدها على طول بطبيعة الحال بتلاقي سطور الله أعلم هو كتبها إزاي، بيوصف فيها أعراض وانتكاسات وألم يدمر كل خطوط الدفاع. ويفضل الكاتب في رحلة مركب في البحر، واخد القارئ بين الموج العالي والهادي لحد ما بنوصل لحالة سكون تام، لما بيرجع بالزمن ويبتدي يحكي آخر فصلين في الكتاب، اللي فصل منهم عن والده ووالدته، بيبتدي كلامه عنهم بلحظة وصولهم من مصر للمستشفى في لندن عشان يكونوا جنبه في مرضه، وأطلق على وجودهم جنبه في الوقت ده شمس وقمر في مهمة إنقاذ. حكى عن والده دكتور أبو الغيط، وإزاي إن اسمه كان إبراهيم، لكنه هو طفل صغير أصاب مرض شديد، ولأنه كان ولد بعد بنتين أهله خافوا عليه وقرروا إن هم يغيروا اسمه اتقاء لشر الحسد، فسموه أبو الغيط. بيعلق محمد أبو الغيط ساخرا ويقول: والحمد لله إنها رسيت على كده. والده الدكتور أبو الغيط متخصص جراحة تجميل حروق، وكان مشهور بإنه بيعمل عمليات مجانية كتير، وإنه كان فنان في شغله، ساهم في سعادة ناس كتير خلصهم من عيوب خلقية وآثار الحروق وإصلاح الشفة الأرنبية وغيرها. ويحكي محمد أبو الغيط إزاي إن الخير اللي بيعمله والده كان مضلل عليه هو شخصيا في مواقف كتير في حياته، زي مثلا إنه اتقبض عليه مرة في مظاهرات ثورة يناير، والعسكري لما عرف اسمه سأله: هو أنت ابن الدكتور أبو الغيط الجراح؟ ولما أكد له إنه ابنه فعلا، العسكري تعامل معاه بلطف شديد وخلاه بعيد عن أي حد ممكن يضايقه، لأنه زي ما قال: والدك أجرى عملية مجانية لقريبتي، ده راجل طيب. ويحكي كمان عن والدته السيدة إلهام، أو كما أطلق عليها الملاك، يوصفها ويقول: تخيلت أمي نموذجا يوضع في القاموس ويشار له بسهم مكتوب عليه زوجة أصيلة. كان شيء ممتع إنك تشوف قد إيه الأم هي كيان مقدس في عين ابنها، وإزاي وصف إعجابه وانبهاره الدائم بيها. محمد أبو الغيط كان ممتن لأنه كان أول طفل رزقت بيه أمه، اتولد بعد حمل 7 شهور فقط مع توأم ليه، لكن توأمه مات بعد الولادة، وعاش محمد مع أمه اللي اتعلقت بيه جدا. سابت شغلها في التدريس وأصبح محمد هو تلميذها الوحيد، ونتيجة لتفانيها في تعليمه كان بيقرأ بشكل كويس ولافت للنظر من هو في الحضانة. وحكى إزاي إنها كانت بتاخده معرض الكتاب وتهتم بإنها تجيب له كتب مبهجة، ويعاتب نفسه على إنه من وقت ما سافر لندن سنة 2015 وهو اتصاله بأهله كان محدود. سعدت جدا بقراءة تفسيره وتبريره لده، واللي خلاني أتخيل ليه ناس كتير مسافرة بيبقى صعب عليها تتواصل مع أهلها بشكل مكثف، لما قال: السبب الرئيسي هو عامل نفسي، حيث تشعرني المكالمات الهاتفية ومحادثات الفيديو بالبعد لا القرب، تشعرني كأني في منفى خارج وطني، وهو ما كنت أعيش حالة إنكار له لم أستوعبها إلا بعد سنوات. تختلف التفاصيل ويبقى الألم النفسي هو السبب لكتير من الأشياء الغير مبررة في حياتنا، ودايما نلغوش وما نقولش ولو حتى لنفسنا السبب الحقيقي وراء الأشياء. لكن الكاتب الجميل الشجاع محمد أبو الغيط قال وعبر وواجه نفسه في الكتاب ده بعشرات الأمور، وما استناش حد يكتب عنه أو يرثاه، لا هو قدم نفسه وتجربته وحياته وأفكاره في كتاب صادق واعد بسنين طويلة قادمة من التأثير. كلنا بالكتاب ده أصبحنا أصدقاء لمحمد أبو الغيط،
عرفناه وقربنا منه وتأثرنا بتجربته. محمد نحت بسطور الكتاب تمثال لنفسه جوه وجدان القراء بعد ما كان كتير مننا ما يعرفش اسمه، وده فضل كبير من ربنا وكرم وخير وأثر باقي، أثر يعوض ويجبر ويعلي على سنين كان ممكن يعيشها ويخوضها دون هذا الأثر المهم. كتاب فاق كلمة ملهم، هو سرد مزلزل لكيان القارئ، وده رغم ان محمد أبو الغيط بيقدم كل فكرة او معنى في الاساس بمنطق عقلي وعلمي. كل حاجة بيوصفها في الكتاب بيبتدي بالحقائق والتفسيرات العلمية او البحثية، ويعشق فيها احساسه الخاص وتجربته ووصفه وتحليله الشخصي لكل اللي مر بيه. كل الحاجات العلمية سواء الخاصة بالمرض او بامور الحياة مقدمها ببساطة شديدة، ومقدمها بشكل يخليها رغم انها هي الحقائق والعلم لكنها تبدو زي سنيدة ومقدمة لأي حالة شعورية أو وجدانية بيحاول يوصفها في الكتاب. فالعلم والمصطلحات الطبية مش هي العنصر المهم أبدا في الكتاب، لا هي فرشة وتدعيم لإحساس وتجربة محمد أبو الغيط، التجربة الإنسانية في المقام الأول. ولو هنتكلم عن الإنسانية في حياة محمد أبو الغيط فما نقدرش ما نتكلمش عن أعذب وأصدق فصول الكتاب، وهو الجزء الخاص بزوجته اللي أثرني واستولى عليا تماما، لأن محمد أبو الغيط عرض رحلته مع زوجته اللي هي قصيرة من حيث عدد السنين، لكن من خلال كلامه عن تجربة الزواج تلاقي إن علاقتهم مرت بكل المراحل اللي ممكن يمر بيها أي زواج طويل لمدة 30 سنة مثلا. مروا بكل حاجة، بالفترة الوردية، بالصعوبات، اعترف بأنه كان أناني في بعض القرارات وما فكرش فيها بشكل كافي، مروا كمان ببعض الخلافات اللي زودت من ارتباطهم وفهمهم لبعض، وعدوا كمان على الشرخ الكبير والمطب الأساسي اللي في كل علاقة، واللي يا إما العلاقة بتكمل بعده أو بتفشل. فترة ضغوط المسؤوليات والصراع، ثم التفاهم حول مين شايل أكتر، كل اللي ممكن تتخيله مروا بيه وتكلم عنه محمد أبو الغيط في الكتاب. فتحس إنك بتاخد درس في العلاقات وانت بتقرأ. عرضه الصريح والصادق والبعيد عن أي مثاليات لزواجه لما بيقول إنهم لقوا إن أفضل وسيلة لتجنب الخلافات الكبيرة هي المصارحة الشديدة، وإنهم يتكلموا دايما مع بعض عن أي حاجة مضايقاهم من بعض، وكمان يقولوا الحاجات الحلوة اللي ممكن يكون حد فيهم عملها مع التاني وتكون فرقت معاه بشكل إيجابي، ويوصل لنتيجة مهمة في العلاقات بشكل عام، ويقول: لا يوجد ترمومتر لقياس الدرجة التي تتحول عندها صفة الاهتمام المرغوبة إلى صفة الحصار المرفوضة، وثمة شعرة بين التمسك بالرأي وبين العناد، بين الكرامة والغرور، بين احترام الخصوصية واللامبالاة. سردوا لمراحل تطور علاقتهم ببعض واقعي جدا وفي غاية العذوبة، وصولا إلى الدور المهم اللي قامت بيه زوجته في فترة مرضه، وبيحكي إزاي إن هو فوجئ بقوتها وصلابتها في الموقف ده، وبقى بيتساءل: هل هذه هي نفسها تلك الفتاة الهشة المترددة التي عرفتها؟ كنت أناديها وردتي البيضاء، هكذا كنت أراها. عبر سنوات علاقتنا انبعثت إسراء أخرى، إسراء ذات جوهر أصلب وأقوى. محمد أبو الغيط اتكلم عن زوجته إسراء وخلاها هي البطل الأول في الحكاية، حببنا فيها وخلانا نشوفها من عينه، وصفها بالوردة البيضاء الخارقة والزجاج البلوري الشفاف، وسوبر هيرو لأنها من بداية المرض فاجئته بقدرات خارقة، علق على ده وقال حتى أصبح الطيران احتمالا غير بعيد عليها. لكن من أعذب الأوصاف اللي استخدمها محمد أبو الغيط في الكتابة عن زوجته هو لما كتب من بين آلامه وقال: لو سأصفك بكلمة واحدة فهي أنك مريحة، أكثر راحة من أنسب وسادة لظهر المتألم أو موسيقى عذبة لقلب الكثير. محمد أبو الغيط مقاتل حتى النهاية، كان عامل زي اللي بيزرع شجرة لحد آخر يوم في عمره. والجزء الخاص بزوجته إسراء كان بيكتب فيه قبل وفاته بأيام، بينتهز أي ساعات يكون فيه هدنة من الآلام ويكتب، ولو ما قدرش يكتب بيمليها وهي تكتب. وقدم لنا تجربة إنسانية اتكلم فيها عن حياته القصيرة زمنا والغنية جدا إنسانيا ومهنيا. قدم لنا الأب والأم والزوجة، قدم لنا دكاترة بيرقب مهنة الطب زي الدكتور اللي كان مسؤول عن إدارة الألم اللي سماه بصديقه العزيز، وطاقم التمريض اللي كانوا زي ملائكة الرحمة، وغيرهم من الدكاترة اللي ذكر أسمائهم في الكتاب. قدم لنا كمان مجموعة من الكتب اللي قراها في فترة مرضه. ولأن محمد أبو الغيط كريم ما سبناش بعد كل الوجع اللي في الكتاب ده من غير أمل، ادانا الأمل رغم يقينه بأنه خلاص مفارق الحياة. والأمل ده تجسد في رسالة لابنه يحيى ختم بيها الكتاب، رسالة تحمل كل الأمل وكل الحب وكل المزاح الخاص بين الأب وابنه، رسالة ما فيهاش أي ألم ولا حزن، كلها أمل وإشراق ويقين بأنه هيفضل حواليه وحوالينا دايما بشكل ما موجود. ولأن الكلمة زي ما قال محمد أبو الغيط كالبذرة لا يمكن إدراك مداها فور انطلاقها، فكلماته مداها بعيد ومتسع، أثرت ولسه هتأثر في كل من يقرأ الكتاب.
محمد أبو الغيط اتكلم معانا كلنا من خلال الكتاب ده، وكأنه قعد مع كل واحد فينا قعدة خصوصي وقال له هو الكلام ده بالتحديد. الكتاب ده من الكتب اللي بتغير حياة بني آدمين، لأنها بتغير طريقة تفكيرنا في الحياة. لكن من بين كل الكلام في جملة علقت معايا وتقريبا عمري ما هنساها، ولقيت ناس كتير بيشاركوا تأثرهم بنفس الجملة على صفحاتهم، فقررت اني اختم بيها الحلقة واعتبرها وصية محمد أبو الغيط للبشرية لما بيقول: اسعدوا بكل يوم طبيعي، كل يوم من المعافاة هو إنجاز عظيم. كانت معاكم ياسمين غبارة، وتشرفت بإني اتكلمت معاكم عن الإنسان الصحفي والكاتب محمد أبو الغيط في كتابه أنا قادم أيها الضوء. نتقابل على خير الحلقة الجاية في سكة قراية بلس.